السلام عليكم. جبت لكم اليوم حلوى بدون فرن، فقط بجوج مكونات اساسيه تذوقوهم باللي بغيتو، كيجيو رائعين. خليكم معايا. اول حاجه كناخذوا الكاوكاو محمر تقريبا 200 غرام، كنطحنوه مزيان على هذا الشكل. يمكن لكم ديروا الكركاع اولا اللوز اللي بغيتو اولا تخلطوهم. المكون الثاني هو التمر، خديت هنايا تقريبا 350 غرام، حيدت ليه النواه ديالو وحتى هو غادي نطحنوه مزيان حتى كنحصلوا على هذه العجوه وكنزيدوه على الكاوكاو. هادو هما المكونات الاساسيه. انا ضفت معلقه ديال القرفه، كتبقى اختياريه، كيعجبني النكهه ديال القرفه. غادي نحاول نعجنوهم حتى غنكونوا هاد العجين هكا متماسكه. غنحاولوا نديروها هكا طويله. انا اول شكل درتها وسط الجنجلان محمر، حاولت نحربلها في الجنجلان. من بعد خذوا هكا شي عود اولا شي قطيب، ديروه من الوسط باش يدير لنا هذاك الفراغ. كناخذ الشوكولاته البيضاء كندوبها وكنعمر بها داك الفراغ الوسطاني، وخديت شويه ديال الشوكولا السوداء. انا خديت بزاف لحقاش غادي نزوق بها اشكال اخرين. كنبداو نديرو هكا هاد الشريطات، ومن بعد باش تخرج لينا واحد الشكل اللي زوين على هكا كيجي زويون. يمكن لكم تختاروا اي شكل بغيتو، انا فقط كنعطيكم افكار. الثانيه درتها في الكوك في الجوز ديال الهند، حتى هي درت ليها هذاك الفراغ الوسطاني، وهذه عمرتها لداخل بالشوكولاته السوداء، يعني خالفتهم الاولى بالبيضاء، هذه درتها بالسوداء. درت فيها هذه نقاط الوسط بيضين وجاو هكا على شكل قليب. الشكل الاخر عمرته من الداخل بالزبده ديال اللوتوس، يمكن لكم تعمروها ايضا بالكراميل اللي بغيتو. هكا كورتها وغطستها في الشوكولاته البيضاء. من بعد غادي ندوزها في الكوك هكا. هادو هما الكويرات الاولين. الشكل الثاني غناخذوا بندقه غادي نديروها الوسط وغادي نغطسوا في الشوكولاته السوداء. غادي ناخذوا هاد الشوكولا هكا بودر اولا الكاكاو، غادي نديروها من الفوق. وكان عندي هاد المول ديال السيليكون على شكل قلب، حاولت ندير هادو على شكل قلب. يمكن لكم ديروا اي شكل بغيتو. المهم انا باش نزوقهم غطستهم في الشوكولا السوداء، ومنين نشفوا درت لهم الشوكولا البيضاء من الفوق. هذه درتها طويله وغطستها هكا في الشوكولا، عاودت طاحت المره الثانيه. بغيت نضيف لها شويه ديال اللون، درت ليها البيستاش من الجناب. يمكن لكم ديروا رقائق اللوز اولا الكوك. ومن بعد غادي نزوقها شويه بخويطات هكا الشوكولاط، غادي تشوفوها في البلاطو. والاخيره هذه كنت حطاها في الثلاجه باش تبرد ليا الشوكولا، ومن بعد قطعتها. كتجي زوينه وسهله، هذه اسهل وحده يعني، حيت كديروها طويله ومن بعد كتقطعوها. بالنسبه للافكار تزيين انا عطيتكم غير الافكار اللي عندي، يمكن لكم نتوما تبدعوا اكثر واكثر. بالنسبه لهاد الحليوات يمكن لكم ديروه في قويطات، انا ما كانوش متوفرين عندي درتهم نيشان. عطيتكم فكره وصافي. كيبقى الاصل اولا لا باز اللي هي الكاوكاو والتمر، راه باينه، وانتم كتزيدوا اللي بغيتو. بالصحه والراحه وعيد مبارك سعيد.